السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهاردة ان شاء الله جايبة ماسك رهيب لأصحاب البشرة الجافة، ومعانا حاجة برضو لأصحاب البشرة الدهنية. بس الهدية بقى يعني بجد لأصحاب البشرة الجافة. جايبة لهم ماسك ترطيبه فظيع، وكمان يعني بعد الاستمرار عليه بيقلل كتير من التجاعيد ومن الخطوط اللي في الوش، الخطوط اللي بتبقى عند الخدود والمناخير دي، الأنف كده، والخطوط كمان اللي بتبقى بين الحواجب، بيحسن منها كتير. انا اتفقت معاكم قبل كده ان شاء الله اي حاجة جربتها وطلعت مفيدة وطلعت بجد كويسة هنقول لكم عليها. وان شاء الله زي ما الحاجات اللي قلنا لكم عليها قبل كده حازت اعجابكم، ان شاء الله ان شاء الله الماسك ده هيعجبكم جدا. دلوقتي احنا معانا مكونات يعني تمنها ما يتجاوز الريال السعودي. عايزين بيضة للبشرة الجافة، هناخد الصفار بس بتاع البيضة. انا مش هكلمك كتير على الماسك وبيعمل ايه وفوائده، هو هدية بجد، النتيجة بتاعته هتكون هدية بس علشان الناس اصحاب الباقة واللي ما بيحبوش الكلام الكتير. انت جربي وقولي لي النتيجة بنفسك. عندك هنا صفار بيضة، وعندنا معلقة في حجم دي كده حليب بودر اللي هو النيدو او اي نوع تاني، المهم انه يبقى بودر. وعندنا معلقة عسل نحل، مش كبيرة قوي، قد كده تقريبا، وهتحطيهم مع بعض. عارفة النتيجة بتاع البوتوكس، النتيجة الفظيعة دي ان شاء الله هتحصلي عليها، وبمكونات رخيصة جدا ومن غير تكاليف، وهتشكريني ان شاء الله. ان شاء الله هتقلبي كويس. الماسك ده اول ما جربته انا عملته، يعني خدت نص الخليط ده عملته الصبح، والنص التاني لفيته بورق استرتش اللي هو البلاستيك نايلون التغليف ده، وحطيته في التلاجة. عملت النص التاني بالليل. والله يعني سبحان الله، بشرتي انا كنت مش مصدقة جمالها، كانت جميلة جدا وطرية جدا وناعمة. المسام الواسعة، لما بتحسي اوقات ان في مسام واسعة في وشك اتضيقت من اول يعني من اول صفار بيضة قسمته على مرتين واستعملته. من اول مرة حسيت بالنتيجة. الخطوط الخطين اللي هم جنب الانف اللي هم متوازيين مع الفم كده، دول حسيت ان خدودي اترفعت لفوق. سبحان الله، وبقى مظهرها فظيع، وبقت وردية كده، الوش بقى وردي وناعم وطري ويجنن. مش عايزة بقى اقعد اقول كتير، لاني لو قعدت اقول لكم على جماله مش هخلص. هتاخدي، وكمان حطيت على فكرة يومها على الكف، يعني حسيت برضو بفرق كبير. ان شاء الله انتي هتاخدي الخليط وهتحطيه عادي على بشرتك، على وشك. ما تقلقيش، ريحته مش وحشة خالص، الحليب البودرة والعسل مخلينه ريحته جميلة. هتحطيه لغاية ما تحسي ان هو عمل طبقة كده، مسك شوية او نشف. هتروحي جاية بعدها تروحي حاطة كمان طبقة، ينشف تحطي كمان طبقة. هيفيد معاكي تقريبا نص الخليط لو هتستعملي لوشك والايدك برضو. ما شاء الله الصفار الواحد بيعمل كمية لا بأس بيها يعني. هتسيبي الخليط ده، يعني هتحاولي تسترخي كده، بلاش تضحكي في الوقت ده علشان اما ينشف على وشك ياخد الوضع اللي هو ما يبقاش فيه انت عامله تجاعيد في وشك او كده. تسترخي وتفضلي بيه لغايه ما تحسيه خلاص، يعني ربع ساعه تقريبا
هتقعدي بيه ربع ساعة. هتاخدي النص التاني تكرريه. لو انت هتعمليه دلوقتي كرري النص التاني الصبح. وان شاء الله ممكن تقدري تستخدميه 3 مرات في الاسبوع. يعني تقدري تعملي ده لاصحاب البشرة الجافة 3 مرات في الاسبوع. مكونات طبيعية ما فيهاش خوف طبعا، وتقدري تستخدميها بكل امان، وان شاء الله هتديكي نتيجة. هتكلميني عليها في التعليقات، وهستنى منك رد تقولي لي ان شاء الله ان شاء الله ان بشرتك نورت وبشرتك وردت واتغذت زي ما قلتي لي في الفيديو بتاع المقشر. اصحاب البشرة الدهنية بقى حبايب قلبي، ده انا جربته برضو. فظيع فظيع في شد اللي هو البياض البيض، معلش البياض بتاع البيضة بقى. انا حطيت عليه معلقة عسل ابيض، معلقة واحدة عسل ابيض، وقلبته وحطيته على وشي. شدلي البشرة جامد، شدها جدا، والمسام كمان سبحان الله ضيقت برضو. حسيت بفرق كبير، بشرتي اتشدت جدا وبقت جميلة. بس طبعا انا ما كررتوش. ليه؟ لان انا بشرتي زمان كانت دهنية، لما كنت بشرب مية وكده كانت بشرتي فظيعة. دلوقتي اتحولت لجافة، انا معرفش ازاي. من بعد ما بطلت اشرب ميه وكده، او يمكن علشان جو الرياض جو جاف، فبشرتي بصراحه لما بكون في الاجازه في مصر بتكون مختلفه تماما عن لما بكون هنا في الرياض. فالبياض بقى هنستخدمه مع معلقه عسل ابيض، ومعلش نسيته مع معلقه حليب بودر برضو نفس الموضوع، وهتحطيه على بشرتك وبرضو تفضلي لغايه ما ينشف جامد. وبعد كده هتغسلي وشك. بعد ما هتغسلي وشك هتحطي لي قناع عسل ابيض، ده اصحاب البشره الدهنيه، هتشوفي نتيجه تحفه. وده زي ما اتفقنا لاصحاب البشره الجافه. ان شاء الله هتجربوه هيديكوا نتيجه تحفه. يلا حالا قومي اعمليه، ومنتظره منك تعليق تقولي لي ايه اللي حصل معاكي. وان شاء الله ان شاء الله هيبيضوا وجهي معاكم، وهتشكروا وهتتبسطوا جدا من النتيجة. ما تنسوش تصلوا على النبي، وتعملوا لنا لايك، وتدوسوا على زر الاشتراك لو اول مرة تشوفينا، مع تفعيل الجرس علشان فيديوهاتنا الجديدة توصلك اول باول. وهتوحشوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.